حبايبي طلاب تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا عارفه ان احنا في مرحله صعبه جدا اللي هي المحطه الاخيره يعتبر في المنهج او في المراجعات. انت تايه ملخبط مش عارف تعمل ايه. انا جايه النهارده عشان اقول لك هنعمل ايه. هنعمل ايه في ثالثه ثانوي في الجزء الاخير او في شهر 4. المفروض انت كطالب متعود طول السنه ان انت بتحل على كل اليونتس باي يونت، فبتعرف تحل على يونت 1 او يونت 2 او يونت 3. بس المشكله ان انت اما بتتلخبط كل اليونتس دي مع بعض هنا ما بتعرفش تحل. المشكله مش فيك، المشكله ان دماغك طول السنه متبرمجه ان هي بتحل على كل يونت لوحدها، ودي غلطه. ليه؟ ده الصح في الاول، لكن دلوقتي ما تنفعش. ليه ما ينفعش؟ الامتحان مش هيجي لي على يونت 1 او 2 او 3 او 12 ولا اولى ولا تانية ثانوي بس. حبيبي الامتحان كله مع بعضه في وشك. فدي المشكله. فاحنا لازم نتعود نحل على كل اليونتس دي مع بعض وملخبطه عشان المنهج يتاخد في خط واحد. اذا انا سالت في يونت 1 كلمات هتعرف تحل يونت 12 جرامر، فانت عندك كل حاجه وسكيلز ونوفل ملخبطين. ده اللي احنا بنعمله في المراجعات، وده اللي المفروض حضرتك في ثالثه ثانوي تاكد عليه. دي مشكله كل الطلبه في ثالثه ثانوي، سواء مشكلتك او مشكله اللي كان قبلك او اللي بعدك. هنحلها ازاي؟ بنحلها ان انت بتعرف كل التريكس بتاعت كل يونت، وبعد كده بنلخبطها مع بعض. حته اللخبطه دي يحصل امتحان شامل. لما بيحصل امتحان شامل حضرتك بتنهار، بتقع. انا مش عايزاك تقع ولا تنهار، عايزه دماغك تبقى متاكده ان دي الاجابه اللي في يونت كذا اللي تنفع مع سؤال كذا تبع قاعده كذا، فهي كده تبقى ثالثه ثانوي مظبوط. احنا بقى في مراجعتنا ما بنعملش اللخبطه اللي عند حضرتك، احنا بنفك اللخبطه دي. ليه؟ ان احنا بنراجع اول حاجه على يونت باي يونت، وبعد كده نجهز التريكس اللي موجوده سواء من الامتحانات القديمه او من الاسترشادي بتاع السنه دي او من كتاب المدرسه او من كتب المراجعه، وبعد كده نروح ملخبطينها كلها في امتحان شامل واحد عشان حضرتك تعرف تعمل سيلف اسسمنت، تعرف تعمل تقييم لنفسك انت وحش في ايه. لما تعرف انت وحش في ايه انا اعرف احلها. اهم حاجه في مراجعتنا ان احنا بنأكد على التريكس اللي موجوده في كل يونت. This is our secret sauce. يعني في حاجات موجوده في المنهج عندنا مثلا مستخبيه كده، من نوتس، من فروق كلمات، من بريبوزيشنز حروف جر، من مثلا جرامر قديم انت مش واخد بالك منه، فلازم نتأكد عليه. لان الحاجات اللي مستخبيه او هيدن جوه المنهج هي دي اللي بتيجي في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي مش محتاجه طالب عبقري او بيعمل حاجات عظيمه جدا، لا، هي محتاجه طالب منظم عارف هو عايز يعمل ايه، عارف ايه عيوبه، وعارف يشتغل على العيوب اللي عنده. عندك عيوب جرامر، عندك عيوب سكيلز، عندك عيوب في القصه، عندك عيوب في الكلمات، وهو ده الامتحان الشامل بيعرفك انت وحش في ايه. فما تزعلش لو انت وحش في حاجه، بالعكس ده الامتحان الشامل هو بيعرفك your mistakes. انت اعرف اخطائك ونبتدي نعالجها معاك سوا. الوقت ما عداش يا شباب، لان احنا في الاسبوع الثالث في المراجعه خلصنا نص المنهج، واحنا داخلين في الجزء الثاني من المنهج، وعملنا امتحانات شامله مش بس في اسابيع محدده، لا ده احنا في كل حصه بنعمل 3 امتحانات شامل عشان حضرتك تتعود على كل حاجه. الطلبه ابتدت تعرف هي وحشه في ايه وحلوه في ايه، تشتغل على الاجزاء الحلوه بتنميها، وبتشتغل على الاجزاء الضعيفه اللي عندها بتطورها وبتقيمها، وانا معاهم خطوه بخطوه. في ثالثه ثانوي احنا كان مهم قوي نطلع من شهر رمضان حافظين كلمات حلوه قوي. احنا خلال شهر رمضان سمعنا لكل الطلبه بتاعتنا فوق 1500 كلمه، سواء من التراكمي او من منهج ثالثه ثانوي. لو حابين ننزل لكم كمان او ورق التسميع اللي كنا بنسمعه للطلبه بتوعنا على اليوتيوب هننزله ليك. كنا عاملين ورق مجمع لكل الكلمات المهمه اللي بنسبه الحمد لله فضل من ربنا فوق ال 95 97% بتيجي منها كلمات ثالثه ثانوي، ودي حاجه مهمه جدا. ازاي اعرف ايه الكلمات اللي جايه؟ مش جرامر بس ولا سكيلز بس ولا نوفل، لا ده الكلمات اللي هي عصب المنهج دي احنا الحمد لله غطيناها في شهر رمضان، والطلبه بتوعنا طلعوا من شهر رمضان حافظين كلمات كتير. وكنا كمان داخلين بقى على المراجعه اللي هي الجزء الثاني اللي هي من يونت 7 ليونت 12. احنا بعد ما بنخلص كل المراجعه في السنتر بندعمك على قناه اليوتيوب ان انا مجمعه لك كل البوينتس المهمه في حاجه مبسطه، تمام، مبسطه ومجمعه على اليوتيوب، سواء سكيلز او جرامر او فوكاب او قصه. شوف كده واتفرج وانا معاك، ربنا يوفقك.
طبعا انا زي ما قلت لكم ان احنا داخلين في الجزء الثاني من المراجعه اللي هي من يونت 7 ليونت 12. نزلت كمان على اليوتيوب وبتنزل في السنتر معايا تشتغل، سواء انت حابب تحضر معايا اون جراوند او على اليوتيوب، فاحنا متوفرين معاك في كل مكان، بس علشان حضرتك تعرف زي ما قلنا ايه الحاجات المهمه في المنهج بتاعك وازاي تحل شامل. ودي اهم بوينت عندي لحضرتك الايام دي. من اول شهر 4 شطارتك تحل امتحانات شامله كتير جدا، مش بس على يونت باي يونت، لكن امتحان من 1 ل 12 وكمان اولى ثانوي وثانيه ثانوي في الحاجات التراكميه اللي ظهرت في الامتحانات الاسترشاديه 2026. اي طالب عنده مشكله في اي جزء في المنهج، سواء سكيلز او جرامر او فوكاب او نوفل، انا بشوف الكومنتس بتاعتكم بنفسي على اليوتيوب، وكمان انا معاكم في السنتر لحظه بلحظه. لو محتاجين اي حاجه انا متواجده معاك، اسال وابعت لنا سواء على اليوتيوب او عندنا في السنتر، هنبقى متواجدين معاك وتحت امرك في اي وقت نرد على كل اسئلتك، لان مهم جدا ان انت تلاقي حد معاك بيدعمك بيديك ثقه بنفسك، علشان انتوا محتاجين الثقه دي علشان تدخلوا الامتحان توصلوا باذن الله لاحلى فول مارك واحلى دفعه 2026. طبعا معاك مس يسرا حسن، اعتبرني زي مامتك، ولو احتجت اي حاجه انا موجوده.